اليوم غنوجد معكم واحد الكيك اللي كيدير غير بجوج بيضات. اول حاجه كنحتاجو هنا جوج بيضات. عندنا هنايا النشا، بالنسبه للنشا غنحتاجو للتزيين في الاخير. هنايا عندنا جوج خمارات ووحده ديال الفاني. هنا عندنا كاس ديال الحليب وكاس ديال سنيده وكاس ديال الزيت. بالنسبه للدقيق غادي نوريكم شحال درت في الاخير، يعني القياس. هنايا كنحتاجو الشوكولاط، ممكن انك تستغناي عليه، ممكن ديريه، يعني الكيك عادي اي وحده تقدر ديرو. ودانيط بالنسبه للتزيين. غندوز دابا الطريقه ديال التحضير. كنسقيوه بالحليب. من الاحسن يبقى سخون، يعني ملي كتخرجي من الفران تسقيه. بالنسبه للكيك ممكن انك تستغني على الشوكولاته، يعني الغبره، يعني الكاكاو الحلو، ممكن ديري الكيك عادي. الفكره هو انه الكيك كيوجد بجوج بيضات فقط. كاينين الناس اللي ما مستطاعتهمش انهم يديروا البيض، يعني كاين اللي كيدير 4 5 على حساب. المهم هذا كيك ممكن ديريه غير بجوج بيضات، يعني تاكلي انت ووليداتك، يعني عادي. ما كيوجد بحال كاع لي كيك، يعني خفيف. كنتمنى الطريقه تكون عجبتكم. بالنسبه للدقيق انا نسيت ما قلتش لكم يعني شحال درت. بالنسبه للدقيق انا درت مع 7 معالق ديال الدقيق، 7 بالقياس، يعني ما تكثريش الدقيق باش يجيك الكيك خفيف. هنايا درت واحد الكاس تقريبا ديال الحليب، وضفت ليه 3 معالق ديال النشا، وغنضيف ليه واحد 2 معالق ديال السكر او سنيده، ونضيف لهم داك دانيط. بالنسبه للشوكولاط انك ممكن تضيفي الشوكولاط مكعبات الا بغيتو انه اللون يجيكم غامق شويه. انا هنا ما استعملتش الشوكولاط مكعبات. والفكره انه هو الكيك ممكن انك يعني تزينيه باش ما بغيتي، ممكن تضيفي غير الشوكولاط مع دانيط بلا هاد النشا والحليب، يعني باي شكل بغيتي كيجي زوين، يعني كيبقى داكشي غير الديكور من برا.
كما قلت لكم ممكن تضيفي الشوكولاط باش يجي شويه اللون غامق. هنا انا ما درتش الشوكولاط المكعبات باش كيجيك واحد اللون ديال الشوكولا كحل اسود. انا هنا جاني بحال شكل كريمي، يعني ما جاش غامق في اللون. ومن الاحسن النشا، الا كنتي غدير نشا، هذوك النشا من الاحسن تصفيه قبل ما ديريه. انا ما صفيتوش عليها، كيبانوا واحد البقع بيضاء، هذا على انه النشا ما بقى يعني الكويرات ديالو صغيورين ما كيبانوش. من الاحسن انه يتصفى قبل ما يدار. وبالنسبه من المهم انه الكيك جا خفيف بزاف، يعني طريقه سهله وممكن توجديه اي وقت بغيتي. مقادير بساط، وكما كتشوفوا هنايا راه غتشوفوا كيفاش جا من الداخل. جات كيكه يعني خفيفه بزاف وهشيشه. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنساوش تخليوا لي لايك ومتابعه كدعم ليا. ان شاء الله نحاول نضيف مزيد من الفيديوهات حول مثل هذا الشيء ديال الحلويات الاقتصاديه. وشكرا لكم.